الاستحواذ لازم يكون عند اللاعب العراقي استحواذ. هسه يوسف الامين يفكر اولا شلون يستلم الكره، شلون يحمي الكره يحافظ عليها، وبعدين الفكره الثالثه هذه يعني ترتيب افكار، طريقه تفكير اللاعب هي اللي تثبت انه شلون يلعب كره قدم. الفكره الثالثه شلون يحول او يجري الكره ويشوف المنافس من اي اتجاه راح يجي. هذه لازم تكون عند كل اللاعبين بالمنتخب العراقي. ايمن حسين يسويها بصراحه، مرخاز دوسكي يسويها، ولكن ما يحسب قوه الكره. يعني راد يجتاز موسى التعمري في مباراه الاردن، لعب الكره طويله ما كانت قريبه عليه، موسى التعمري كان اقرب الى الكره، غطى عليه اخذها من عنده. عنده هاي القدره يستلم الكره ويحميها، ولكن ما يحسب قوه الضربه من يضرب الكره انه تكون قريبه عليه او بعيده. يا اما تنطيها بعيده وعندك القدره تركض وراء الكره وتكون الك، يا اما يكون عندك سينز، شعور انه ضربه الكره القوه مالتها على مود انت تعرف سرعتك شنو، تعرف تحافظ عليها او لا. فموضوع الاحتفاظ بالكره ضروري جدا للمنتخب العراقي يستحوذ ويلعب الكره. طريقتها شلون؟ تفكيرك اعتبر المنافس ما موجود، تخلق مكان تعتبر المنافس ما موجود، من يحول لك اللاعب الكره تستلمها، تفكر شلون راح تستلمها، ما لك علاقه بالمنافس، تفكر شلون راح تستلمها. اذا المنافس جاي عليك تحمي الكره، تمام، بعد ما تستلمها وتحميها تفكر بالمنافس شلون واقف او من يا اتجاه جايك، وبعدين تفكر شو تسوي بالكره، سواء تحولها او تجري بيها او ترجعها للاعب اللي سلم لك اياها. هذا بهاي الحاله راح يكون استحواذ. هذا بدنا نتكلم عن الوسط. اما الدفاع قلنا يلعبون على عرض الملعب، يعني اثنين قلوب دفاع ويسار ويمين، هذول يقدرون يلعبون الكره بهذا الشكل، سواء قريب على حارس المرمى او يلعبون بمنتصف ملعبنا، يعني قريب منطقه النص او قريب على لاعبين الوسط. اي لاعب عنده فراغ في الوسط ممكن يحول له اليسار او اليمين او قلوب الدفاع وترجع له اياه. ما عندك امكانيه انه تكمل للامام ترجعها، راح تصير فراغات. لما يصير هاي طريقه اللعب راح تصير فراغات بالمنتخب الخصم. وايضا طريقه ثانيه، لما تحول يسار او يمين او تحول نص، تقدر تلعب الطوليه، او يعني طوليه قصيره، ما راح تكون طوليه من الدفاع للهجوم. هاي بها وقت وبها صعوبه، واكو وقت للمدافع يقدر يغطيها. طوليه قصيره سواء من اليسار او اليمين او من الوسط، يحولوها للامام، او تكون ارضيه اسيستات. هو هذا اللعب الصحيح.